حتة الدين ميزة يا أستاذ أحمد. 10 فدان جايبهم لك النهاردي. بص ما عاوزينش كلام، وصفة تبارك الله. أولا ومبدئيا نقولوا بعيد عن القرية بكيلو، تمام؟ الزريبة دي باللي حواليها كده 200 متر مرخصين، فيهم الزيتون ديتاي والليمون، والزيتون ده مبشر وطارح ومحمل دهوت بالصلاة على النبي، والنخل ديتاي، ودول 200 متر واخد بالك ومرخصين. 200 متر مترخصين مباني. تمام. دول كم فدان؟ دول 10 فدان يا باشا. 10 فدان. مزروعين قمح. مزروعين قمح. شايف قمحهم تبارك الله. فيهم برسيم على فكره فوق. ايوه فيهم برسيم فوق. عايزين نطلع البرسيم فوق. بص يا باشا، شايف النخل كديه وطارح؟ بسم الله ما شاء الله. نخل تمام. ده طارح بسم الله ما شاء الله. بس امشي معايا كده. بص ثواني كده نجيب بس النخل من فوق كده. كده ده النخل اللي طارح فوق، وبرضه كل النخل طارح على فكره. شايف ده برتقان، والحته الفاضيه ديت ايه هو مرخصها مباني. شايف النوار بتاع الزيتون؟ تمام. حمل بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. تمام. وادي القمح بسم الله ما شاء الله نايم من الحمل. شايف؟ نايم من الخدمه. تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. انت طبعا شايف النخل ده عمر سنين. ده ارض قديمه. ارض عمر سنين. بسم الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. شايف الليمون قديه، البرتقال فيها قديه. بسم الله ما شاء الله. البرتقال طارح ارض عافيه بسم الله ما شاء الله. القمح ارفع القمح ده يا عصام، ارفع القمح كده تحت رجليك ده، مد رجلك ارفعه كده. القمح اهو يا اخي تبارك الله. بسم الله يا عم محمل اصلا هو عشان كده. بسم الله ما شاء الله. بص 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 اللي مش نايم. وادي النخل حوالين الارض نخل بالكامل اهوت. أيوة. تمام. الارض بسم الله ما شاء الله. نخل طارح كله. في برتقان هناك اهوت طارح هناك اهوت. ايوه. سفندي ده برتقان. تعال عاد تين. خيرات الله حوالين الارض بسم الله ما شاء الله. وحاجه تبارك الله، حاجه تستاهل ان انت تجي. واهم حاجه ان هي قريبه عن القريه جميل، واخد البركه وحاجه تبارك الله. يلا اطلع معايا يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع لفوق عشان تشوف الحلويات عامله. اللهم صل على النبي. ده برتقان مزروع، هو بيقول لي قراط برتقان. أيوة. في تين وخيرات الله. تمام. بسم الله ما شاء الله. دي اوضه كده هو عاملها استراحه كده للقعده، وعامل لك فرن لو عايز تخبز. تمام. شايف القمح عامل ازاي؟ والقمح بسم الله ما شاء الله. برضه نخل هنا شايف. ايوه. نخل بسم الله ما شاء الله. 10 فدان دول خلي بالك. دول 10 فدان. الارض ديت على ليها يوم 24 ساعه في البير كل اسبوع. ايوه. طاقه البير بالطاقه الشمسيه. الكومباينات اشتغلت اهي، هتحصد. بسم الله ما شاء الله. بدات الكومباينات تشتغل. وادي الزيتون تبارك الله. وادي النخل برضه. ايوه. نخل اهوت. ادي السكه دي الطريق بتاع الارض. ايوه. ده الطريق ده اسفلت الفرع. الارض ديت الكومباين ماشي على الاسفلت. ده الكومباين على الاسفلت اهو. ده الاسفلت. يحصد خلي بالك في قمح طب بدري. تمام. تعال ادهم 10 فدان. 10 فدان بالكمال والتمام. حاجه تبارك الله على الاخر. وادي البرسيم محشوش وطالع كمان اهوت. ادي البرسيم. تبارك الله. والله ما عاوزه كلام يا استاذ. بسم الله ما شاء الله. ادي الارض. الارض ديت ولما تسمع سعره مش راح تستنى، هتجيني سرعه. لما هتسمع سعري هتجيني بسرعه. هذا البرسيم مش هتستنى، فاهم ازاي؟ هتجيني سريع كده. شايف البرسيم بتاعها عامل ازاي تبارك الله. ادي البرسيم. وشفت القمح انت عامل ازاي بتاعها تبارك الله. طيب خلاص يا عصام. ادي فوق برضه التربه اللي فوق دي برسيم. تعال عشان نطلع ما نطلعش في الهواء بس. كل ما تطلع فوق هتلاقي هواء. شايف البرسيم ارض بتحكي وحديها، ارض ما عاوزاش. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك. ارض ما عاوزاش حد يحكي معاها. طيب. كيلو من القريه. القريه هنا جنبينا على طول اهي. جنب منك يعني. ماشي. مش حاجه كبيره. وادي الارض كلها قدامك دي الارض. والارض كلها. ده النخل في الارض ده كله في الارض. ايوه. ماشي. طيب. الارض دي ارض صندوق مع حيازه زراعيه بتصرف كيماوي من الجمعيه ومع كارت الفلاح. أيوة. مرخص فيها 200 متر مباني. ماشي. فيها اوضه للسكن. ماشي. تعرف تصريح المباني موجود مع صاحب الارض. ايوه. الارض لها يوم 24 ساعه على البير. ايوه. ماشي. كل اسبوع. ايوه. طاقه شمسيه البير 60 كيلو. أيوة. صح كده. بينها وبين القريه اقل من كيلو او مزروعه برسيم وقمح. الارض بسم الله ما شاء الله فيها نخل معدي ال 15 20 سنه.
بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. طارح وسفندي طارح وليمون طارح، كل ده بينتج. السفندي والليمون والبرتقال كله ده بينتج. ماشي. السعر كام يا عم عصام؟ السعر من الآخر، وعشان ما نتعبوش نفسينا كتير، هو السعر 230 ألف للفدان، تمام. بس قابل للتفاوض. البسيط. أيوه البسيط. 230 ألف للفدان وقابل للتفاوض. تمام. واخد بالك؟ تشرفنا وتنورنا وتيجي تتفرج زي ما انا جايبه لك في العرض كده، واخد بالك؟ ها؟ ويبقى الكلام زي الفل، تقعد مع صاحبها وتتفاوض معاه زي ما انت عاوز. يلا كل سنة وانتم اشوفكم طيبين. دايما على خير، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم.